في جمعيات بتقفل وجمعيات تفتح يوميا. مصر فيها حاجه و30,000 جمعيه. يوميا في جمعيات بتفتح وجمعيات بتقفل في اليوم الواحد. ممكن جمعيات تقفل خالص، تقفل ومبقاش في الجمعيه تنتهي، ده ممكن. مش المستشفيات، الجمعيات ما ينفعش بقى. في جمعيه ما ينفعش تقفل. ليه؟ احنا دونا عن كل الجمعيات. ليه بقى يا جماعه؟ في جمعيات بتقفل، هيحصل ايه برضه لو جمعيه قفلت؟ في جمعيات تانية. مصر مليانه جمعيات، دول حاجه و30,000 جمعيه. لكن الرساله بقى بالذات ما ينفعش تقفل. ليه؟ لان رساله مختلفه تماما عن الحاجه و30,000 جمعيه. الجمعيات الحاجه و30,000 جمعيه كلهم بيعملوا معنى واحد اسمه ايه؟ مساعده المحتاج. فلو انت قفلت في غيرك 10 و20 و100 و1000 و10,000 و30,000 في. بس احنا معنى ثاني خالص. هي رساله هي مساعده المحتاج؟ لا، رساله اكبر من كده بكتير. والمفروض الناس القدام في رساله يكونوا عارفين ده كويس جدا. اللي بيميز رساله عن كل الجمعيات؟ احنا بتوع ايه؟ احنا بتوع التطوع. احنا بتوع التطوع. لو ما فيش رساله هيحصل ايه؟ ما فيش تطوع في مصر. تكونوا واخدين بالكم من خطوره المعنى ده. ما فيش رساله يبقى ما فيش تطوع في مصر. مش ما فيش مساعده محتاجين. مساعده المحتاجين موجوده، هتفضل موجوده برساله وبغير رساله. مساعده المحتاجين ستظل موجوده في مصر برساله وباي جمعيه في مساعده محتاجين. واي جمعيه قفلت هيفضل في مساعده محتاجين، وهيفضل في حاجه و30,000 جمعيه ثانيه. اي جمعيه تقفل مفيش مشكله. اي جمعيه تقفل في جمعيات ثانيه تساعد المحتاج. رساله مختلفه. احنا مش بتوع مساعده المحتاج، احنا المعنى اكبر من كده بكتير. احنا بتوع التطوع. مفيش رساله مفيش تطوع في مصر. لا، ده معنى خطير. ما ينفعش رساله تقفل عشان التطوع ما ينفعش يضيع من مصر. ده اجمل معنى اللي ربنا وفقنا ان احنا نقدمه ال20 سنه اللي فاتوا، معنى التطوع. التطوع قصه طويله، احنا يعني هقولها على كذا شق. يعني التطوع اولا التطوع افضل للمحتاج. يعني اذا كان بنتكلم ان الجمعيات كلها بتساعد المحتاجين، افضل مساعده المحتاج ان مين يساعده؟ اللي يساعده يكون متطوع. المحتاج هيستفيد 1000 مره اكتر لو اللي بيساعدوا المحتاج دول متطوعين. ودي قصه بنقولها يعني مش هطول فيها دلوقتي. بس احنا بالتطوع بنساعد المحتاج افضل. دي اول نقطه. التطوع بناخد ثواب اكبر. الجمعيات كلها بتاخد ثواب على ايه؟ على مساعده المحتاج. يا جماعه الجمعيات كلها حاجه جميله. اياكم تفهموا ان انا لا انتقد اي جمعيه على الاطلاق خالص. انا بقول كل الجمعيات دي حاجه جميله جدا، ويا ريت ما فيش اي جمعيه تقفل. ولكن في الاخر لو في جمعيه قفلت في جمعيات اخرى موجوده. الجمعيات كلها بتاخد ثواب على ايه؟ على مساعده المحتاج، وربنا يتقبل منهم وربنا يوفقهم ويزيدهم كمان. لكن احنا بقى بناخد ثواب مزدوج. احنا مش بناخد ثواب على مساعده المحتاج بس، هناخد ثواب على ايه؟ على مساعده المحتاج وعلى المتطوع اللي ساعد المحتاج ده. احنا فتحنا ابواب التطوع دي للناس، فهناخد ثواب على المحتاج اللي تساعد وعلى المتطوع اللي ساعده. فاحنا بالتطوع اولا بنساعد المحتاجين افضل، ثانيا بنفتح ابواب ثواب اكبر للمجتمع كله. وفي معاني اخرى بقى كثيره جدا. بالتطوع احنا بنعمل ايه؟ ما بقيناش بنساعد المحتاج اللي هو بتاع الجمعيات ده. الجمعيات بتساعد المحتاج اللي هو مين؟ اللي هو الغلبان. الجمعيات بتساعد المحتاج يعني الغلبان. رساله مش بتساعد الغلبان بس، رساله بتساعد مين؟ بتساعد كل الناس. دايما بسال السؤال ده، ايهم افضل للمجتمع، لمصر، لاي مجتمع في الدنيا؟ الناس تساعد الغلبان ولا الناس تساعد بعض؟ مين افضل؟ الناس تساعد بعض طبعا. رساله بقى بتاعت المعنى ده، احنا مش بتوع الغلبان، احنا بتوع الناس تساعد بعض. كل الناس تساعد كل الناس. احنا مش هدفنا انك تكون غلبان، احنا ممكن نساعدك وانت غني. انت لو غني ومحتاج دم هتلاقينا. انت لو غني ومش قادر تنظف بيتك، احنا بننظف البيوت. احنا بنروح ننظف بيت اي حد مش قادر ينظف بيته. اللي عنده اعاقه، اللي عنده مشكله ما يعرفش ينظف بيته، احنا بننظف له البيت. احنا ممكن نروح نطبخ له. احنا بنساعد اي حد في اي شيء. هو ده معنى التطوع. الناس عندها طاقه عطاء بتديها، فبنساعد اي حد في اي حاجه. الجمعيات دي كلها كتر خيرهم، بس هو بتوع مساعده المحتاج الغلبان. احنا مش ده، احنا بتوع الغلبان وغير الغلبان. اي حد محتاج اي شيء في اي وقت. رسالتنا الحقيقيه نساعد اي حد محتاج اي خدمه في اي وقت، او نساعد اي حد محتاج اي خدمه ايا كانت. هي دي رسالتنا. ده المعنى من معاني التطوع اللي بنعملها، ان احنا بنخلي كل الناس تساعد بعض، وهو ده الافضل للمجتمع. عارف لو كل الناس ساعد بعض بجد مش هيبقى فيه غلبان اصلا. والله العظيم لو كل الناس ساعدت بعض بجد هيختفي الغلبان ده. فلازم نكون مدركين خطوره الدور اللي بتعمله رساله. مفيش جمعيه تانية بتعمل اللي احنا بنعمله ده. تعرفين الجمعيات كلها بتطلب من الناس ايه؟ تطلب من الناس فلوس. اتفرج على اعلانات التلفزيون،
اتفرج على اعلانات في رمضان. جميع الجمعيات بتطلب من الناس ايه؟ فلوس. احنا بنطلب من الناس ايه؟ احنا بنطلب كل حاجه. الفلوس ماشي، تتبرع بملابس مستعمله اهلا وسهلا، تتبرع ده احنا بناخد الورق المستعمل، ده احنا بناخد الكتب المستعمله، ده احنا بناخد المصاحف احنا بنجمع مصاحف يا جماعه. عارفين الحد دي؟ بنجمع الورق ونبعته للمصانع، بنجمع الكتب ونعمل منها مكتبات جوه رساله وبره رساله، بنجمع الكتب ونعمل منها معارض كتب، بنجمع الكتب ونعمل معارض للكتب الدراسيه للمحتاجين، بنعمل كل انواع الخير من الكتب، كل انواع الخير من الورق، كل انواع الخير من المصاحف دي بنجمعها ونوصلها للدول الافريقيه ما عندهمش مصاحف. كل انواع الخير اللي احنا بنقول للناس ساعد بكل حاجه عندك. احنا بناخد فلوس، ملابس، ورق، كتب، مصاحف، مش بس كده، بناخد وقتك، بناخد علمك. عندك علم تعالى درس لحد غيرك. تعرف تدرس، تعرف حساب، تعالى درس. تعرف عربي، تعرف انجليزي، تعرف لغات، تعالى درس. بندرس كمبيوتر، بندرس كل حاجه في الدنيا. اللي عنده علم تعالى درس العلم بتاعك ده. بناخد علمك، بناخد دمك. اللي عنده دم احنا بنستفيد بالدم ده. اللي عنده ابتسامه، عندك طاقه حنان، بنستفيد من ابتسامتك. احنا المكان الوحيد في مصر اللي عنده فرق بتنزل تزور دور مسنين. ما فيش دور لا يوجد، عمرهم ما شافوا دور المسنين في مصر. فرق شباب جاي تزورهم ويقعد معاهم ويطبطب عليهم وبشكل دوري مستمر. غير ما حدش فاهم كده، ما حدش. احنا بنقول للناس اتبرع بابتسامتك، اتبرع بوقتك، اتبرع بعلمك، اتبرع بدمك. المعنى ده ما حدش بيقدمه غيرنا. الجمعيات كلها عايزه فلوس، وكأن هو ده الخير الوحيد في العالم. رساله بتعرف الناس الخير اكبر من الفلوس بكتير. الفلوس جزء طبعا اكيد، ولكن في اجزاء اخرى كثيره لا يتكلم عنها احد الا رساله. لو مفيش رساله انتهى المعنى ده من مصر. هل انت راضيين ينتهي المعنى ده من مصر؟ احنا اهم بكتير من اي مستشفى او اي جمعيه بكتير. معنى تاني بقى اسمه ايه؟ اسمه 19450. سمعتوا الرقم ده؟ عارفين الرقم ده؟ رقم مين ده؟ عارفين الرقم ده يمثل رقم الخير في مصر؟ رقم الطوارئ في مصر. الرقم ده بقى اهميته زي اهميه رقم الاسعاف. احنا يوميا بيجي لنا مئات المكالمات في اليوم. الناس عارفه ان الرقم ده هيساعدوك، لان احنا بتوع التطوع، فاحنا بشبكه المتطوعين. الناس بتتصل في الشتاء، ده في حد بردان نايم مش متغطي كويس تحت الكوبري الفلاني في المكان الفلاني، في نفس اليوم يكون في حد عنده بيغطيه. ده اللي الرساله بتعمله، عشان عندنا شبكه متطوعين بالتطوع بنعمل الحاجات دي. في اي حته في مصر حد بردان هنروح نغطيه، حد محتاج اي حاجه اتصل بينا. 19450 ده بيخدم اي حد محتاج اي حاجه. فعلا الناس محتاجه وجبه هتروح لهم. ياما حد اتصل جعان مش عارف في نفس اليوم، ياما حد اتصل محتاج توصيله، معاق او عنده مشكله بنوصله. احنا بنوصل اي حد، احنا بنوفر دم لاي حد، احنا بنوفر وجبات لاي حد، بنوفر هدوم لاي حد. اي حد محتاج هدوم هنوفرها له، بنوفر حاجات كتير جدا للناس. لقد وصل الامر اي حد محتاج حد يسمعه احنا بنسمعه. تخيل احنا الخدمه دي مش عارف تعرفوها ولا لا، الخدمه دي موجوده وشغاله يوميا مش اقل من 150 مكالمه في اليوم. الخدمه 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. نحن نسمع من يحتاج ان يستمع اليه. بس الخدمه حاليا للبنات بس، اللي بيتصلوا بنات واللي بيردوا عليهم بنات. نحن نقدم لهذا المستوى. لو محتاج حد يسمعك احنا بنسمعك. المعنى ده بسبب ان عندنا متطوعين. مستحيل تعمل ده غير ما يكون عندك متطوعين. مستحيل تعمله ازاي؟ فلا يوجد في مصر حد بيقدم المعاني دي غيرنا. احنا مش جمعيه اخرى، احنا حاجه تانية. ارجو تكونوا واخدين بالكم كويس من المعنى ده. عشان كده استمراركم واستمرار كل الخير ده. لا ده لسه احنا مش بس برقم التليفون، احنا كمان علمنا الناس تساعد بعض. احنا بتوع انا وابن عمي بنعمل ايه؟ بنساعد الغريب. عندنا جروب فيه فوق 7 مليون انسان بيساعدوا بعض. الناس بتبعت انا مشكلتي كذا، يلاقي حد تاني، حد محتاج هدوم يلاقي حد يديها له، حد عنده هدوم يلاقي حد ياخدها منه. ده يوميا. لدرجه الناس محتاجه استشارات طبيه. احنا اللي عنده مشكله بيبعت انا عندي صداع اعمل ايه؟ يوميا في من ده، يوميا. ده مش اقل من 100 في اليوم، والله العظيم مش اقل من 100 في اليوم. موضوع عندي صداع وعندي بتاع اعمل ايه؟ اروح مستشفى. طب يوميا. ودكاتره بترد، دكاتره متطوعين. عندنا فريق ضخم من الدكاتره المتطوعين، مش اقل من 500 دكتور متطوع في جميع التخصصات بيردوا على الناس تطوعا بلا مقابل. محدش يعمل في العالم يمكن محدش يعمل الكلام ده، محدش خالص. دي المعاني الرساله بتقدمها بكلمه تطوع دي.
احنا قد نكون الوحيدين مش في مصر بقى، احنا قد نكون الوحيدين في العالم، في العالم اللي بيتسابقوا في الخير. في المعنى ده اللي ربنا طلبه مننا، ربنا امر بالامر ده مرتين في القرآن، فاستبقوا الخيرات. مين قد يكون مفيش حد في كوكب الارض الان بيعمل ده غيرنا، احنا الوحيدين اللي بنتسابق في الخير. عارفين مسابقات رسالة؟ احنا بنتسابق على طول ونعمل تحديات، احنا بنتسابق مين هيأكل ناس اكتر، احنا بنتسابق مين هيحقق اماني ناس اكتر. هو اصلا مش غريب ان تحقق اماني الناس، لا احنا بنحقق اماني الناس وبنتسابق في ذلك، احنا بنأكل الناس وبنتسابق في ذلك، احنا بنزور مسنين وبنتسابق في ذلك، احنا بننظف الشارع وبنتسابق في ذلك، احنا بننظف المساجد والاماكن العامة وبنتسابق في ذلك. في حد تاني بيعمل ده في مصر او في غير مصر؟ بنتسابق والله، مسابقات بجوائز حقيقيه ومسابقات حقيقيه وحفلات حقيقيه وفرحه حقيقيه زي كاس العالم كده. الناس كلها عارفه يعني كاس العالم والبطولات الرياضيه، احنا بنعمل حاجه زي كده بالظبط بس في الخير، ولا احد غيرنا بيعملها. هذه المعاني لا يقدمها حد في مصر ولا يمكن في غير مصر، من اجل معنى استبقوا الخيرات ده. احنا بنتسابق في نشر الاخلاقيات، هو في حد اصلا بينزل ينشر الاخلاقيات؟ احنا بننزل نتسابق ان نخلي الناس تسامح بعض، نخلي الناس تشكر بعض، نخلي الناس يعتذروا لبعض ويساعدوا بعض ويبتسموا لبعض. المعاني دي احنا بنتسابق فيها، مفيش حد في مصر ولا يمكن في غير مصر بيقدم المعاني دي. رسالة تقدم معنى أكبر بكتير ومفيش حد تاني بيقدمه. نحن لا نقلل من شأن الآخرين بس احنا مختلفين، لازم نحافظ على الكيان ده يا جماعة، انتوا أصحاب البيت ده لازم تحافظوا عليه، مفيش حد تاني هيحافظ عليه غيرنا، هو بيتنا، احنا عارفين بيتنا ده فيه ايه وإن ما ينفعش البيت ده يقع، فلازم احنا نحافظ على البيت ده أرجوكم. الكلام ده كله يلخص ان رسالة هي روح العطاء، رسالة بتفتح بالناس ابواب العطاء، رسالة بتشجع الناس يطلعوا كل العطاء اللي عندهم. انا لا انسى اول مرة زرت المنصورة ده عشان اول الفرع الوحيد في حياتي اللي زرته مرتين. انا في فروع اغلب الفروع اللي قاعدة دي ما زرتهاش اصلا، انا هم كم فرع ما فيش غيرهم. انا زرت الفيوم مرة واحدة، وزرت الزقازيق مرة واحدة، وزرت اجا مرة واحدة، وزرت مرتين والله، ودسوق مرة واحدة، المنصورة بقى زرتها مرتين. في المرة الأولى اللي زرت المنصورة لا أنسى الموقف ده. بصوا هتفهموا القصة دي، أرجو ركزوا معايا في القصة، خلاص خليكم معايا دلوقتي، خلاص نتخانق بعدين. قابلت واحدة كفيفة هناك، فرع المنصورة القديم بقى، معرفش كنتوا فين في سنة 2004 ولا 2005، في هذا المبنى اللي كنتوا فيه ساعتها. كانت في واحدة كفيفة بتقول لي إيه؟ بتقول لي أنا كنت بعمل ماجستير، فكنت بحتاج ايه بنات تيجي تقرا لي، كفيفه بتشوفش كتاب عايزه حد يقرا لها، فبتقول لي كنت بعمل اعلان معرفش في جريده ما ولا في ايه، المهم بعمل اعلان، فكان بيجي لي بنات يقروا لي ب 150 جنيه في الشهر. دي اسعار سنه 2002 2000 كده، 150 جنيه في الشهر دي يعني اضرب في 10 دلوقتي. فكان في بنات بيجوا لها بالرقم ده عشان يقروا لها. وبعدين بتقول لي رساله فتحت في المنصوره، حصل ايه تفتكروا؟ خلاص الموضوع خلص، بيجي لي بنات تقرا لي ببلاش. ايه الفرق اللي حصل؟ ان الرساله فتحت في المنصوره. عارف يعني ايه رساله فتحت في المنصوره؟ ايه اللي حصل؟ ما هو كان في بنات من بنات المنصوره بيقروا لها بفلوس، ولما رساله فتحت في المنصوره بنات من بنات المنصوره برضه بيقروا لها ببلاش. وايه الفرق؟ رساله فجرت طاقات العطاء دي عند الناس في قلوبها في خير. رساله فتحت لهم الباب بقى، تقدر تعمل خير كتير، تقدر تعمل خير كتير قوي، تقدر تيجي تساعد واحد كفيف، تقدر تيجي تقرا الكفيف، تقدر تيجي توصل حد مشوار، تقدر تيجي تعلم اشاره مثلا حد اصم، تقدر تعمل حاجات كتير جدا. رساله فتحت الباب ده، فالناس اللي عندها عطاء هنا وهناك جم رساله. لو حد عايز، الناس المعطائين موجودين في كل حته، تجيبهم ازاي؟ تعرفهم منين؟ في مدينه ضخمه زي المنصوره او غيرها، تعرفهم منين؟ بنت كفيفه عايزه حد يقرا لها، هتعرف منين ان في 5 6 10 بنات قلبهم مليان خير ومستعدين يساعدوا؟ هتجيبهم منين؟ هتعرفهم ازاي؟ رساله ربطت الطرفين ببعض. عارفين زي سمسار الخير، احنا سمسار الخير. انت تكون عايز تشتري شقه بتروح للسمسار، مش كده؟ عايز تأجر شقه بتروح للسمسار، عندك شقه عايز تبيعها بتروح للسمسار. الناس عارفه ان في سمسار بيوفق الناس دي مع بعض. احنا بالظبط كده، احنا المكان اللي اي حد عنده طاقة خير بيجي عندنا، بنفتح له بقى كل ابواب الخير. هو جاي حتى مش عارف، هو حاسس ان عنده خير وخلاص، بيجي بقى نفتح له 50,000 باب. ومش بس كده، نخليه يتسابق بقى في الخير، ونعمل مسابقات ونطلع اللي عنده ده، نطلع 100 ضعف. هو ده اللي بيحصل في رسالة.
احنا فعلا 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 بنطلع من الناس احلى ما فيهم. هو موجود، ده موجود، البذره دي موجوده عند ناس كتير. رساله بتطلعها وبتكبرها وتخليه يتسابق فيها ويعيشها ويبقى مشغول بيها. ده المعنى الرساله بتقدمه، تفجير طاقات العطاء اللي عند الناس. بعض الناس عندهم الطاقه دي بس مدفونه، رساله فتحت لهم الباب عشان تظهر الطاقه دي وعشان تكبر وعشان يتسابقوا فيها. ده اللي الرساله عملته. فتحنا في المنصوره، فتحنا في اجر بتاع، خلاص مش ما فيش كفيف في اي مدينه انتم موجودين فيها دلوقتي محتاج حد يقرا له بفلوس. لا يمكن اي مدينه احنا فيها دلوقتي حد هيقرا الكفيف بفلوس، مرسله موجوده. ولا حد هيعمل اي حاجه لحد بفلوس، مرسله موجوده. هو ده اللي الرساله عملته، فجرنا طاقات العطاء عند الناس. فما ينفعش بقى المكان ده يقفل. فالمكان ده لازم نحافظ عليه، وده بيتنا احنا اللي عارفين قيمه المكان. لمجرد معرفتك بقيمة المكان حافظ عليه. استمرارك انت جزء من الحفاظ على المكان ده. بمجرد استمرارك انت جزء من الحفاظ على هذا المكان. انتوا على جروبات ابناء رسالة؟ في جروب على الواتساب اسمه ابناء رسالة، انتوا عليه ولا لا؟ انتوا عليه؟ انا على الجروب لسه من كام يوم بعت لكم قصة محمد يسري، فاكرين؟ محمد يسري ابن من ابناء رسالة بني سويف، هو في قوافل الصعيد كمان. فمحمد يسري عمل ايه؟ هو بيشتغل ممرض في العناية المركزة في احد مستشفيات بني سويف. هو معدي في المستشفى شاف طفل رضيع او حاجه بيعيط، امه لسبب ما مش جنبه، تلاقيها راحت حمام راحت بتاع، المهم انها مش جنبه. فهو تلقائيا خد الطفل قاعد يطبطب عليه ويدلعه والبتاع عشان يهدى ما يعيطش، بس ما عادش اكتر من كده. حد معدي شاف المشهد ده، ان ممرض هو لابس لبس التمريض قاعد بيلاعب طفل مش تبعه، ده ممرض عنايه مركزه، ده مش هو مش طفل يعني، الطفل ده مش تبعه خالص، لانه بيعمل كده فايه وكأن دي رمز الانسانيه. فالمهم صوروا حطها على السوشيال ميديا، بقت ترند وانتشرت والبتاع، واليوم السابع نزلها والجزيره نزلها. لا ايه يا جماعه؟ انا بقول ايه يا جماعه؟ ده اقل حاجه عندنا. ده في رساله في 1000 مشهد زي ده في اليوم. والله في رساله على مستوى الجمهوريه لو قعدنا نركز احنا ممكن نطلع 1000 مشهد من ده في اليوم الواحد. الناس بس ما تعرفش، بس احنا عارفين اللي عندنا. عندنا مشهد من مشاهد محمد يسري بالمئات والالوفات في اليوم الواحد. ده اللي الرساله بتعمله، بتطلع محمد يسري بتطلع غيره. بعت لكم على ابناء رساله من كام شهر، هشام ابننا في قوافل الطبيه فيصل شاف حد في الشارع، الراجل اتسرق او حاجه ومعاه حاجات كتير مش عارف يروح البيت. هشام عمل ايه؟ هشام مش اداله فلوس، هشام وصله لحد البيت، شال له الحاجات ودفع له ثمن المواصلات وركب معاه وشال له الحاجه لحد بيته ودخله بيته، كان معاه شيل كتير وفلوسه اتسرقت، وصله البيت وشايل له الحاجات كمان. الراجل بعت لنا، احنا ما عرفناش القصه من هشام ما قالش، احنا عرفنا القصه من الراجل. الراجل بعت لنا واتصل بالتليفون، اتصل برساله وبعت على صفحه رساله، موت نفسه الراجل يقول لنا ارجوكم قولوا لي اكافئ هشام ده ازاي. هشام رافض ياخد فلوس، فاتبرع على الرساله. انا بتبرع على الرساله عشان هشام، انا بتبرع على الرساله عشان هشام، اشكروا لي هشام. والله اتصل مره، كل شويه اتصل تاني يا جماعه، طب قولوا، طب اعمل تمثال، والله وصل العرض يقول طب اعمل تمثال لهشام. هو مش مصدق ان ممكن حد يعمل كده في الشارع، ان حد يقف مع حد اتسرق يشيل له حاجته ويوصله ويدفع له ثمن المواصلات لحد بيته. هو مش مصدق. اللي عايز اقول له ايه؟ ده عندنا من ده 1000 في اليوم. هي ده اللي الرساله بتعمله، ده اللي الرساله بتقدمه لمصر. عشان كده لازم نحافظ على المكان ده، محدش غيرنا هيحافظ عليه. استمرار كنتوا هيحافظ على المكان. امبارح انت عارفين النهارده الجمعه، امبارح الخميس، حصل امبارح الخميس. انتوا عارفين انا بشتغل في الجامعه الامريكيه، فالجامعه الامريكيه في تبادل طلابي بيحصل على طول، طلبه عندنا بيسافروا امريكا وطلبه امريكا بيجوا مصر، التبادل ده بيحصل طول الوقت. المهم ايه، جاي مجموعه كبيره من احد الكليات الامريكيه جايين مصر الاسبوع اللي فات. المهم حد في الجامعه فكر ان احنا المجموعه دي عشان كبيره نعمل لهم جدول زيارات اهم المعالم السياحيه في مصر. والراجل اللي مسؤول عن الموضوع ده بيفهم، فاتصل بيا على اساس ايه؟ ان في معلم سياحي في مصر اسمه ايه؟ اسمه جمعيه رساله. اتصل بيا في الجامعه قال لي لازم يزوروا رساله. يعني ما ينفعش نخليهم يزوروا الهرم ما يزوروش رساله. هيشوفوا في مصر، هيشوفوا اجمل ما في مصر. هو صادق فعلا الجمله دي، اجمل ما في مصر. وفي اجمل ايه يعني؟ احنا مؤمنين ان الرساله ده يمكن اجمل من الاهرامات نفسها. فقال لي لازم يشوفوا رساله. وتم التنسيق انهم راحوا امبارح فرع مصدق. انبهروا طبعا. الاستاذه بتاعتهم في الاخر قالت ما فيش حاجه كده في العالم. ايه ده؟ يعني مبنى 11 دور، في اطعام، في فرز ملابس، في فرز ورق،
بتساعدهم مكفوفين جوه المبنى، في مكفوفين، في صم، في ذوي قدرات، في محو اميه بيتم، في دروس تقويه بتتم، بتدرسوا كمبيوتر، عندكم اطفال ايتام، عندكم اطفال شارع في المبنى الواحد، مبنى 11 دور. ايه ده؟ ما شفناش حاجه زي دي في العالم. علما ان امريكا فيها عمل تطوعي رهيب جدا جدا، ولكن ما فيش حاجه زي دي، ان مكان في 11 دور مليانين خير بكل انواع الخير كده، وكل ده بيتعمل متطوعين. ما شافوش حاجه زي دي لا في امريكا ولا في غير امريكا. فالمكان ده يستحق ان احنا نحافظ عليه. انا هختم لكم بقصه طريفه جدا حصل ايه من كام سنه. دي قصه قديمه شويه، انا ما بعتهاش دي. احد المتطوعين متطوع هو في انوار رساله في فرع مصر الجديد، كان خارج، الصوت يا جماعه ساعدوني، كان خارج من رساله مصر الجديده وكان لابس تيشيرت رساله، وبعدين ركب ميكروباص ويظهر بيته في المطريه او جنبها، المهم ركب ميكروباص راح المطريه. فالميكروباص وهو داخل على المطريه خبط حد وخبطه جامده، والشاب ده اللي اتخبط وقع بين الحياه والموت. فالناس نزلت في الميكروباص، في واحد بينزف، الناس اتلمت، سابوا المصاب نازلين ضرب في السواق. الناس بتطلع طاقه الغضب عندها فين؟ ما حدش بيساعد المصاب. تعرف في مصر الناس بتخاف لو حد مصاب في الشارع، الناس بتخاف منه، بتخاف توديه المستشفى، بيحصل مشاكل. الناس للاسف في مصر بتخاف انها تساعد المصاب، فهم غضبانين من السواق، كان ماشي بسرعه يظهر، حاسين ان هو الغلطان، نازلين ضرب في السواق، في واحد بيموت. مين اللي اهتم بالمصاب؟ ابننا بتاع الرساله ده. بيقول لي احساس ان انا لابس تيشيرت رساله ده حسسني ما ينفعش ابدا اسيب المصاب ده، ما ينفعش اشارك زيهم عمالين نضرب في السواق وسايبين حد بيموت. قعدت اتحايل عليهم بطلوا ضرب في السواق، ساعدوني ننقذ البتاع. الناس بقى خايفين قلقانين، يا جماعه ساعدوني، وقفوا لي اي عربيه، لا نتصل باسعاف، يا عم انا لسه هستنى الاسعاف، وقفوا لي عربيه دلوقتي نوصله المستشفى. قعد يتحايل على الناس وهو بيشيله بس مش عارف يشيله لوحده. وقفوا لي طب تاكسي، عربيه، عرفوا في الاخر وقفوا له تاكسي، رضوا يوصلوا المستشفى، شالوا هو شاله، دخل بيه التاكسي ووداه المستشفى، ودخل بيه المستشفى وفضل معاه لحد ما اهله جم وحاجات كده. المهم انا حكيت القصه دي، هو المتطوع ده حكاها لي من 5 6 سنين، وانا حكيتها في احد حفلات رساله هنا في المسرح ده من حوالي 5 سنين. بحكي ان الاحساس ان اللي بيلبس تيشيرت رساله بيحس انه مسؤول عن الدنيا كلها. فيقول انا عشان لابس تيشيرت رساله حسيت ان انا مسؤوليتي انا دونا عن الزحمه دي والتصرفات الغريبه اللي الناس بتعملها، ان ده انا المسؤول انقذ المصاب ده. المهم بقى انا قلت القصه دي في حفله هنا في المسرح. الحفله دي كانت احد الانشطه. الحفله دي بيدعوا للمتطوعين وقرايبهم منهم. جت حد حضر الحفله، الست دي هي بتيجي رساله وعارفه المتطوعين بتوع النشاط. المهم هي جت مع ابنها عنده 8 سنين. جت الحفله لقيتهم بيجوا الحفله كلهم لابسين تيشيرت رساله، فالولد ابنها جاي من غير تيشيرت، فاشتريت له تيشيرت هنا قدام المدرسه تحت، اشتريته تيشيرت عشان يلبسها في المسرح يبقى زي الناس، يعني هو لابس تيشيرت رساله زي المتطوعين. فاشتريت التيشيرت ولبس التيشيرت وحضر الحفله. وانا في الحفله قلت الكلمه دي، قلت القصه بتاعت ابننا المتطوع اللي انقذ المصاب ده وحس بالمسؤوليه عشان لابس تيشيرت رساله. المهم الحفله خلصت، الست ماشيه مع ابنها، هو لابس التيشيرت فوق الهدوم، هو مش جاي من البيت بالتيشيرت، هي اشتريتها له هنا لبستها له فوق هدومه. فوهي راجعه معاه بتقول له اقلع التيشيرت بقى، ما يعني مش مكانها في الشارع اللي انت مش لابسها، يعني انت لابسها فوق الهدوم. فتقول له اقلع التيشيرت، قال لها لا ما اقدرش. قالت له ليه؟ قال لها في حد مصاب في الشارع دلوقتي، مين اللي هينقذه؟ انت فهمت المعنى ده؟ انت عارف ان الولد ده فهمها يمكن احسن مننا، والله هو فهمها صح. انت عارف ان هو اللي فهمها صح بقى. هو مين اللي هينقذ المصابين في الشارع لو مش انتوا؟ انا هنا بكلمكم انتوا بقى، الناس القديمه في رساله اللي عارفه يعني ايه رساله. من للمصابين في الشارع؟ مين اللي هيقف جنب حد اتسرق في الشارع ويرجعه لحد البيت؟ مين اللي بيقف جنب طفل مش لاقي امه سابته 5 دقايق؟ مين اللي هيقف جنبه عشان ما يعرضش ال5 دقايق دول؟ مين اللي هيساعد اي محتاج في الدنيا؟ من للمحتاجين، من للغلابه، مين في ظهر اي انسان محتاج اي سند؟ مين لدول اذا ما كانش انتوا؟ فاستمراركم ده معناه استمرار رساله، معناه استمرار هذا المعنى في مصر. ارجوكم حافظوا على رساله عشان يستمر المعنى ده.